لو حضرتك صاحب المليون ونص فدان ممكن تزرعهم ايه؟ لازم حاجة واحدة؟ مليون ونص فدان زراعهم بانجو طبعا. تزرع اخلاق الفوضى اللي احنا عايشين فيها دي. بطيخ نزرعهم طماطم. يعني مليون ونص فدان هنزرعهم ايه؟ قمح مثلا؟ احنا كده كده بنستورده من بره. بدل ما احنا نستورده من بره احنا نزرعه في ارضنا ونستفاد بيه. بدل ما نستورد سكر من بره يبقى السكر فيه اكتفاء ذاتي. الخضار طبعا مهم جدا، طماطم خيار بطاطس. المنتجات دي برضه موجوده في السوق، البانجو هو اللي مش موجود. فوضى. قطن. لا بانجو احسن. لا مش محتاجة قطن تصدق؟ ده الشعب محتاجه، يمكن يفوق ولا حاجه والله. ورز ومكرونة. والله في الوقت الحالي محتاج خيار. لا ما هو الخيار مغرق الدنيا بس غالي، الخيار كيلو ب6 جنيه. الشعب ده بيحب البطاطس. ما تزرع بطاطس يا اخي، ما تزرع قمح. ارخص حاجه في البلد دلوقتي الفاكهه، الفاكهه ببلاش. لا خلاص الفواكه جربناها في سينا وعملنا كنتالوب وعملنا فراوله. الأوسفندي، البرتقال، التفاح. هي المانجا برضو كويسه، برضو تقدر حضرتك تستثمرها في زراعه العنب. بحب الكيوي. ليه الكيوي بالذات؟ الكيوي برضك حلوه، بس انت ممكن برضك تزرعها ايه يعني ملوخيه، عشان الملوخيه برضك انت عارف ان الملوخيه بقت شحه في السوق دلوقتي. الفاكهه ده كويس بس هو مش يعني ايه، يعني نسبته قليله موجوده في مصر يعني، بس ممكن يبقى في يعني زراعه للفاكهه برضو التركيز عليه الفتره الجايه وكده يعني. واي حاجه نعمه ربنا تبقى كويسه يعني. وجعلنا سنه خضراء علينا هنا وعلى البلد كلها.